عشان ما نروحش لحته الاداره اللي انت اتكلمت فيها. الحقيقه حته الاداره انا بشوف ان اداره النادي الاهلي، يعني قبل ما اروح لك في الجزء الفني وده الاهم، يعني انا هقول لك النقطه دي ونتكلم فني. بتعمل عليها، بتجيب لعيبه، لا باستقرار فلوس اللعيبه مستحقاتهم. هو النادي الوحيد اللي معسكرات موجوده في بره. مش عايزين بقى نقعد نطبل كتير. لا انا ما بطبلش، هو ده الحقيقه على ارض الواقع. لا على ارض الواقع بتجيب معاك فلوس وبتجيب لعيبه مش هي اللي لا هو انا عايز ايه من اداره جايبه 5 بطولات للفريق في موسم واحد؟ طب وايه يعني؟ طب نجاح ما بعده نجاح الحقيقه. اللي قبليه ما هي يعني الزمالك عمل كده والزمالك يا عم الزمالك سيبك، ده هم ما يتلم. طيب ما انت ده كان عندك واحد مضيع الدنيا. طب بس خلاص سابها عمرها ما بتحصل. ده انت يبقى اداره هي اما بتبقى كويسه بتجيب. لا في اداره، بص في اداره انت ما تجيبليش هنا اداره حلوه عشان لا يا حبيبي انت سبتها عشان تدمر، وفي اداره تانية انت بتساندها بمجرد ما تقول ايه تخسر ماتش. انت لسه بتتكلم بتقول ايه احنا بدأنا الموسم. بدأت الموسم والحكم عشان مش محمود البنا ولا عبد العزيز السيد ولا مش عارف امين عمر، عشان كده انت خسرت امبارح. لا ليه يا كابتن؟ ثانية ماتش السوبر الاهلي. لا ما هتحافظ على الكلام بتاعك ده يا كابتن. لا هتكلم ورد عليا. لا مالناش دعوه. لا الحكام بتوعنا ناس كويسين ومحترمين بشهاده الزملكاويه في ماتشات الاهلي والزمالك كتير. ماتش السوبر انا ماليش دعوه. ماتش السوبر للاهلي وبيراميدز ضربه الجزاء اللي حسبت الكهرباء كانت ضربه جزاء يا كابتن. انت بتجيب حاجات ما اشمعنى بقى امبارح تقول لي كانت ضربه جزاء؟ طب انا هسالك سؤال. الهدف اللي جابه الكهرباء لو انت لعيب كوره حرام عليك، ده انت لعيب كوره فاول، ده انت لعيب كوره يا كابتن. انما ضربه الجزاء ضربه جزاء ما اختلفتش عليك. انت لعيب كوره يا عم. انا بقول لك انا شايف الكوره على الارض وانا لمست الكوره ما لمستش ايد لا لمست وخدت الكوره بالراجل. احنا مش كنا قاعدين اول ما دخلت قلنا ايه؟ قلنا فاول جون. لا في الاول قلنا جون. لما اتعادت من ورا الراجل واخد رجله بايده، يعني واخد الكوره الكوره على الارض يا كابتن. ماليش دعوه، الراجل حاطط ايده عليها كده يا راجل. ده الشناوي في ماتش المصري مش مسيطر عليها يابا، افهم عليها. طب انت عارف. طب استنى، في ماتش المصري الشناوي طلع. ايوه ما انت حاجات مشابهه في ماتش المصري. عبد العزيز السيد ده اللي ما ربنا مش هيكرمه ليه يا كابتن؟ هقول لك ليه. ما ينفعش هقول لك ليه حكامنا لا وحشين. لا وحشين. ولون الفانيلا بتاع. بص ما انت الكوره عندك وحشه في كده. ما انت دلوقتي عندهم اخطاء. قول لي عنده اخطاء. لا في اخطاء بتحصل. لا انا بقول لك وعلى الاهلي وعلى الزمالك. بص لكن ما تشككش في حاجات معينه. لون الفانيلا ماشي، بس هو مش ما اخطاش الكره. الشناوي هو اخطا وما لمسش حد. اتحسبت فاول ازاي؟ اديني انت عقلك. خطا ايه؟ طب ما ضيع الفرقه. هيطلع الاهلي من كاس مصر. وارد. طب والخطا الثاني اللي هو حسين الشحات. البطولات بتيجي الفرق نتيجه اخطاء حكم، نتيجه اخطاء لعيبه في الفريق الاخر. انت مش عايز تصلح، احنا جايين عشان نصلح. احنا بنتكلم على الاهلي ونشوف. ايوه عشان نشوف كوره كويسه. طيب انت خسرت امبارح، الحكم خسرك في ضربه الجزاء، انا معاك. طيب مش دي كانت هتفرق؟ هتفرق. طيب ماشي. طب ما برضه كانت هتفرق. كابتن ما كانش في ضربه الجزاء برضه يا كابتن. بس يعني الحكم كان بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي بعصبيه ونرفزه. لا غير كده كابتن. ايوه عشان بيحكموا عليه بطريقه ما مفكرين ان هو حكم مصر. بس هو الحكم كان بيضيع وقت. هو اللي كان بيضيع وقت. مين اللي قال بقى؟ لما كان بيوقف الكوره دقيقتين وثلاثه وهو بيدي الفاول. اداك 10 دقايق هيعمل لك ايه؟ ودي الشوط الاولاني 5 ادي ربع ساعه شوط ثالث وانا في كامل اموري البدنيه. انت وحش. بص هقول لك على حاجه. والله العظيم والله العظيم في حاجات حصلت قبل الماتش ده لو قعدت لغايه دلوقتي تلعب. شوف من امبارح ماتش الاهلي كان الساعه كام؟ 9. النهارده الساعه كام؟ داخلين على 12 اهو. لو قعدت تلعب من امبارح لدلوقتي مش هتكسب، لان ربنا كاتبها مش هتكسب. ليه فنيا اول هام. لا سيبك، هتكلم الاول الحاجات اللي هي خليتك وصلت لكده، وبعد كده هكلمك فني عشان ما كل ده خلي بالك. انا عايز اخد كابتن ابو الدنيا. ماشي. بص خد الفني. انا مش هديك الفني، انا هديك بس افترى لعيبه الاهلي ما تروحش المنتخب ولازم تمشي والكلام ده. مشيوا. دي رقم 1. رقم 2 سيد حفيظ. واخد بالك؟ رقم 3 المدرب. وانا قلت لك الكلام ده، وقلت قبل كده مدرب قليل فنيا، لان هو السبب. انت لسه جاي لك امام عاشور ولسه جاي لك رضا سليم. ده مهما كانوا لعيبه كويسه لازم يشموا الملعب على فترات. يعني بيرسي تاو ده اللي هو مكسبك السنه اللي فاتت كل البطولات اللي انت خدتها وله بصمه فيها، ما يلعبش من بدايه المباراه. واخد بقى؟ امام عاشور لعيب كويس وكل حاجه بس ما يبداش.
نزلوا اخر ربع ساعه وانت كسبان. نفس الكلام رضا، شممهم بس بعد ما تكسب، واخد بالك تغييراته. حتى ده له تصريح بيقول لك ايه، هو الجماهير بتطالبني ان انا اغير من اول الماتش، هو انتم يعني بدري شويه مع انت يعني اللي هينزل ده هيكسبني ولا هيغير طريقه اللعب؟ طبعا في لعيبه بتنزل بتغير طريقه اللعب، بس انت عشان بيأكد على كلامي ان هو ضعيف فنيا. فانت طبعا 5 بطولات وتقول لي ضعيف. نفس الكلام بتاع موسيماني، هترجع تاني موسيماني سبك ومشي. لا بس مع الفارق. لا مع الفرق ايه؟ اقسم بالله ما في فارق. لا مع الفرق، اقسم بالله ما في فارق. انا ما شفتش الاهلي لعب كوره. الاهلي ما بيلعبش كوره. الاهلي ما بيلعبش كوره. الاهلي ما بيلعبش كوره والله ما بيلعب كوره. لا فنيا بقى كابتن ابو ده مش هقعد اتكلم انا معاك في الامور الفنيه وجنبك محلل فني اخر.